بالميراس تلعب ناقص لاعب وتكسب في الشوط الاضافي. كابتن بلال، هل فعلا بالميراس قدروا ان هم يفرضوا اسلوبهم رغم التكتل الدفاعي بوتافوجو؟ اكيد. هو اولا بوتافوجو هي فاجئتنا كلنا باللي هي تكسب باريس، كسبت باريس في دور المجموعات 1-0. ده كان ماتش مفاجاه للناس كلها. بطل اوروبا كسبته فرقه اسيويه، فالماتش ما كانش متوقع، يعني فرقه من البرازيل، فاهم قصدي؟ فهي احنا قلنا قدام بالميراس هو هيلعب ماتش حلو، فحصل عكس كذلك ان بالميراس اقوى منها. ده اللي كان متوقع، ان بالميراس تبقى ضاغطه كده بحيث اللي عايزه تطلع اصلا مش عايزه تخش في وقت اضافي ولا كسبان ولا الكلام ده كله، هي كانت عايزه تطلع من الماتش من الاول خالص كسبان. باولينيو لما دخل في الدقيقه 85 وسجل بعد 15 دقيقه تقريبا، هل ده توفيق فردي ولا كانت قراءه ممتازه من المدير الفني؟ لا اكيد توفيق فردي منه. اللاعب نزل غير شكل الملعب يعني شويه، بحيث ان اصلا الهدف اللي جه هو كانت مهاره من اللاعب، ما كانش اللي هو لعب جماعي وكوره جت بناء على لعب جماعي. هو لم في ال 18 اصلا بالظبط كده، الكوره جابت فيها جدا. فده كان توفيق فردي منه، هو اللي هو قدر اللي هو يبقى فيه مهاره في الهجمه ذات نفسها ويجيب الجون. بعد كده كان توفيق ان هم يكسبوا الماتش يعني كده. في الدقيقه 116 طبعا جوستافيو جوميز اتطرد. ازاي تعامل بالميراس مع نقص العددي؟ اكيد هم خلاص كده خدوا اللي هم عايزينه، هو ناقص على الماتش 5 دقايق، هي الفرقه كلها كانت بتدافع، هم مش عايزين حاجه تاني، هم كسبانين 1-0، فاوريدي خلاص انا مش عايز حاجه تاني، هطلع انا صعدت دور الثمانيه. الماتش اللي زي كده اصلا تكسب، طبيعي جدا ان انت تقفل، طبيعي جدا ان انت تقفل الملعب بتاعك، انت خدت الهدف اللي انت عايزه، شكرا. انا بقفل، بلعب بال10 لعيبه، بلعب بيهم دفاع، انا مش عايز حاجه تاني. شكرا يا كابتن بلال.